السلام عليكم. الرئيس الحريري باللقاء الصحفي اللي صار اليوم عم بيحكي إنه هو ممكن يكون في لقاء بينه وبين الرئيس أحمد الشرع. طبعا الرئيس الحريري لما سقط بشار الأسد ونظامه يعني طلع ببيروت أمام جمهوره وأعلن إنه هو عن عودة له للعمل السياسي بعد ما هو أعلن انسحابه من العمل السياسي بلبنان. طبعا حكى بهذاك الوقت رئيس الحريري حكى كثير عن سوريا وعن علاقة لبنان بسوريا، وطبعا وعن علاقة النظام البائد نظام بيت الأسد اللي كان مهيمن على لبنان وشو عملوا بلبنان، وهن كانوا السبب بمقتل أبوه، أو خلينا نقول هن اللي خططوا لمقتل أبوه بالتعاون مع حزب الله. وكان هو يعني من الناس من الناس الفرحانين بالانتصار اللي حققته الثورة السورية بهذاك الوقت بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وهنا الرئيس أحمد الشرع بهذا الانتصار وعد أنه راح يكون في يعني لقاءات أو علاقة جيدة بين خلينا نقول بين تيار المستقبل اللي هو بيقوده كان أخوه للشرع أحمد الشرع. راح يكون في علاقات جيدة مع الحكومة السورية الجديدة. هلا اليوم الرئيس سعد الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق عم بيعلن إنه هو راح يكون في لقاء قريب بينه وبين الرئيس أحمد الشرع. عم يحكي إنه هو هذا اللقاء كان متوقع يكون السنة الماضية، بس نتيجة يعني التوتر اللي صار بالسنة الماضية والحرب اللي صارت ما تأجل هذا اللقاء يعني ممكن يكون قريبا، يعني مو كتير بعيد، يلتقي رئيس الوزراء اللبناني والرئيس أحمد الشرع. معروف يعني طبعا هذا اللقاء له أهميته، ما هو لقاء والله يعني مثل أي لقاء. الرئيس الحريري رئيس الوزراء الحريري هو بيمثل تقريبا يعني خلينا نقول السنة بلبنان، هو الممثل الأكبر للسنة بلبنان. ومعروف إنه لبنان يعني دولة يعني تلعب فيها الطائفية دور كبير. المسيحية لهم دور، والسنة والشيعة، طبعا هذا بسموه مثلث لبنان، الشيعة والسنة والمسيحيين، بالإضافة طبعا للطوائف الثانية. هذا اللقاء اللي عم ينحكى عنه راح يكون طبعا خلينا نقول تطور جديد بالعلاقات بين لبنان وسوريا وبين ما يسمى تيار المستقبل والحكومة السورية. الشرع أكد طبعا بهذا اللقاء إنه يعني أكد إنه دول المنطقة يعني كأنه عم بتلوم لبنان، حكومة لبنان هي عم بتضوع فرص كثيرة بظل هاي التطورات اللي صارت والتغيرات الإقليمية، وكأنه عم يدعو الحكومة اللبنانية إنه تطور علاقتها بالحكومة السورية ويصير في تعاون وتستفاد يعني لبنان من حالة يعني جانب الاقتصادي اللي عم بيصير بسوريا والمشاريع والعقود اللي عم توقعها الحكومة السورية، بحيث انه يكون في لهم دور هن اللبنانيين بهذا المجال. طبعا لبنان اليوم عم بمر بأزمة كثير خطيرة، أزمة يعني الديار اللبنانية، أزمة اقتصادية خانقة عم بعيشها لبنان. اللقاء ما معروف امتى بده يكون، بس هو قريبا راح يكون، وهذا طبعا بس يعلن عنه ان شاء الله راح يكون في لنا حديث حول هذا الموضوع.